الفشل مش معناه النهايه، بل بالعكس هو مرحله من طريق النجاح الطبيعي. وخليني اصدمك واقول لك ان الناس اللي بتشوف الفشل على انه معلومه مش حكم نهائي فرص نجاحهم بتزيد 3 مرات. وعشان تستغل الفشل كخطوه قدام، اول حاجه لازم تسال نفسك سؤال مهم جدا، وهو ايه اللي وقعني؟ مش انا فشلت فاكيد كان في سبب. هل كانت الفكره غلط ولا التوقيت ولا التنفيذ؟ بمجرد انك تفهم السبب فانت كده في اول خطوه من تخطي الفشل. وتاني حاجه لازم تفصل بين نفسك وطريقتك، لان اللي فشل مش انت، اللي فشل هو الطريقه اللي جربتها، فبكل بساطه جرب غيرها. وتالت حاجه شوف الدرس اللي اتعلمته من الفشل ده، لان كل فشل بيقول لك اعمل كده وما تعملش كده، والدرس ده مهم جدا لانه عمره ما يظهر في النجاح. ورابع حاجه جرب تاني بس مش بنفس الاسلوب، لانك لو عملت نفس الخطوات هتاخد نفس النتيجه، فغير طريقه او عدل تفصيله هتلاقي نتائج مختلفه. وخامس واهم حاجه كالعاده راقب قصتك الداخليه، لان في واحد بيقول لنفسه انا فشلت فبيقف، وفي نفس الوقت في واحد بيقول انا اتعلمت الغلط وهجرب تاني. في السيناريو ده هو نفس الموقف، لكن الجمله اللي بتقولها لنفسك هي اللي بتغير الموقف. ومن الاخر كده لما تعود نفسك انك تشوف الفشل على انه طوبه في السلم هتلاقي نفسك بتعلى حتى لو الطريق صعب. وبس كده، لو مهتم تعرف اكتر عن البيزنس او تطوير الذات ما تنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش وده العالم من وجهة نظري.